افضل موهبه عراقيه بوقت الحالي الكابتن علي جاسم. لك من كثر مو موهوب هاللاعب ما شاء الله راح دوري ايطالي، الله يحميه، الله يبعد عنه الاصابات، بالتوفيق ان شاء الله. ولكن اليوم انت تقعد هذا اللاعب تحطه احتياط ليه؟ وبتشاركه بالدقيقه 30، طيب ليش انت ما بتشاركه بدايه المباراه بتصحى بالدقيقه 60 70؟ اذا شفت اللاعب عنده جهد، اذا اللاعب عنده اصابه تشاركه يعني اسحبه بالدقيقه 60 دقيقه 70. طيب لك هذا اللاعب مهم عندك مهم. حسين علي لاعب بيلعب اساسي بالمنتخب الاول، طب ليش اللاعب ما شاركته؟ شو السبب؟ ما بعرف كابتن راضي، شو هالمباراه شو عم تفكر فيه؟ ما بعرف. خمسه دفاع ليش؟ اربعه وسط ليش؟ واحد هجوم ليش عم تلعب بهالتشكيله ليش؟ شو السبب؟ انت داخل المباراه لازم تربحها مو لازم تتعادلها. ما بري لك، ما عندي كلام اوصفه، لا والله. بتمنى من كابتن عدنان دجال يعتمد على المدرسه الاسبانيه بجميع فئاتها السنيه بالمنتخب العراقي. لك شوف مدرب المنتخب الاول كازاس، لك ما بيخاف من المنتخبات الاعلى منه، لك ما بيخاف من اسم المنتخب مثل المنتخب الياباني ما خاف منه. لك لعب معه ند بالند، لك لعب تشكيل اللعبه قدام اليابان 3 4 2 1. يعني ما باري ولك هو بيجيب حتى بمواجهات المباراة كاسس بيغير لك التشكيلة مرتين ثلاثة، بيلعب لك مثلا 3 4 2 1، بيلعب لك 3 4 3، بيغير مو مثل هذا المدرب 5 ورا 4 بواحد. شيء معيب للأمانة المدرب المحلي اللي عم بيعملها، حتى مو بس بالعراق، سوريا كمان نفس المنهاج. هارد لك كلياتنا. بتمنى من القائمين على الكرة العراقية خلص الاعتماد بشكل كلي على المدرسة الإسبانية بجميع الفئات السنية.